السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بي في قناة بايلينكو تعلم بايثون ببساطة. تخيل لو جيت تفتح فيسبوك وتكتب الباسورد وطلع غلط، هل الموقع يفتح؟ أكيد لأ. طب هو عرف منين كلمة السر غلط؟ النهاردة هنتعلم ازاي نخلي الكود بتاعنا ذكي، ازاي نقول بايثون لو حصل كذا يعمل كذا ولو حصل كذا يعمل حاجة تانية خالص. الجملة الشرطية هي اللي بتحول الكود من مجرد سطر لبرنامج حقيقي بياخد القرار. الجملة الشرطية اللي هي if، كلمة if معناها هنا لو، وبنكتبها بعدها شرط، نكتب بعد لو دي شرط، ولو الشرط ده صح true بس هينفذه جواه. أديك مثال نجاح ورسوب. لو عندك السكور بتاعك في الامتحان مثلا، سكور يساوي، ندخل انتجر يبقى انتجر عشان نعرف المدخل ده يبقى ايه رقم. نعمل input، المدخل اللي خدناه في الحلقة اللي فاتت input، تدخل له هنا enter، من فضلك ايه دخل ايه الدرجة بتاعتك. كان نعمل if اللي احنا هناخدها، اللي هي الجملة الشرطية اللي احنا هناخدها النهاردة، if score، إذا كان السكور أكبر أو بيساوي 50، ونعمل منتنساش تعمل علامة التنصيص عشان ايه يسيب مسافة. المسافة دي هي التعريف اللي انت كده داخل الشرط، المسافة دي التعريف اللي انت داخل الشرط. نكتب برنت تطبع له باقي الأمر اللي انت هتدخله، إذا كان بقى الدرجة بتاعته ايه 50، تبقى ايه لو كان درجته يساوي 50 أو أكبر فتعمل له congratulation you best. تمام. نعمل run وندخل. لو دخلنا مثلا 40 مش هتبقى حاجة، اللي مش هتبقى حاجة لأن لسه ايه مدناش أمر، اللي هو لو كان أقل من 40 يطبع له ايه else، ودي لسه هناخدها بعد شوية. ولكن نعمل run تاني وندخل مدخل وليكن مثلا 60، هيطبع لك congratulation. طب لو السكور أكبر، لو بيساوي 50 هيطبع لك أنت ناجح، لو أقل من 50 فسقطت. بس إيه لازم أدخل الأمر اللي بعده هو الاحتمال الآخر وهو إيه else. وelse هنا المفهوم بتاعها إيه، لو ما حصلش كذا يبقى إيه، يبقى حصل حاجة تانية. وكلمة else هنا معناها وإلا، ودي اللي بنروح لها لو الشرط بتاع if ما اتحققش، يعني لو شرط if ما اتحققش هتطلع إيه false. وإننا بنعمل else لو الشرط ما اتحققش، نكتب else هتلاقي بسوى الإف، لازم الاتنين يبقى على نفس السوى، وهتلاقي برضه في نفس إيه المسافة، ودي المدخل اللي جوه الإلس. لو بره الإلس يبقى في يبقى أنت كاتب إلس غلط، لازم تبقى في مسافة بين الطباعة. تعمل بقى برنت، تكتب برنت إيه، تكتب له برنت مثلا سوري، آسف تسقيط، أو إيه سوري، تطبع لي برنت سوري يور إيه للأسف أنت إيه رصدت. تعمل بقى رن كده وتدخل مثلا 40 ولا 30 أيا يكن، تعمل رن يطبع لك سوري يور إيه أنت إيه راس. تعمل رن تاني تدخل مثلا وليكن 70، تعمل انتر هيطبع لك congratulation. هنا استخدمنا if و else. if لو الشرط اتحقق هيطبع كذا، طب لو متحققش هيطبع لك كذا. في بايثون مفيش أقواس زي دي، غير اللغة التانية. بايثون بيعتمد على المسافات في بداية إيه السطر، يعني ما ينفعش تكتب لي if سكرين وتبقى برنت لازقة في الأول، ده غلط. الصح كده يبقى فيه 4 مسافات. تمام. عندك بقى الاحتمال المعتمد وهي إلف، لو في كذا أوبشن كذا قرار بيختار إيه، في كذا قرار يبقى يختار إيه إلف. هنا هنعمل برنامج مثلا بسيط، سكور بيساوي 85، إف سكوير بيساوي أكبر وبيساوي 90، نتبع له برنت جريد 1 جريد A المستوى الأول. إلف سكور أكبر وبيساوي 80، نتبع له برنت جريد B مستوى A B. وهنعمل برضو إلف تاني سكوير أكبر بيساوي 70، هنا جريد A مستوى C. في الآخر في النهاية بتاعنا إلس، ودي كان بقى اللي بقى من 70 واحد بقى لحد 70 إيه يبقى مستوى إيه إف. نعمل رن هيبقى مستوى B هو اللي أكبر بيساوي 80. لكن إحنا لو غيرنا السكور ده وخليناه مثلا 50 ونعمل رن هيبقى إف، مستوى إف هو اللي هي أقل من 50. تمام كده. بس يمشي إيه بالترتيب، يمشي عليهم بالترتيب كده، أول ما يلاقي الشرط صح بينفذ ويقف. تحدي النهاردة، اطلب من المستخدم يدخل رقم ويكتب كود يقول له الرقم ده موجب ولا سالب ولا صفر. ماشي، هتستعمل فيه if وإلف وإلس، واكتب له الكود ده في التعليق وريني هترتب ازاي. النهاردة برنامج بدأ يفكر، من غير if مفيش برنامج حقيقي في الدنيا. لو الحلقة بسطت لك الموضوع اعمل لايك واشتراك في القناة،
وما تنساش تصلّي على النبي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.